دي بتحصل كل يوم للأسف الشديد، ده وقت النوم خلاص، كنت باتشتم في الكومنتات، يعني حصل نُص، نُص، الحمد لله هي دي الطريقة اللي وصّلتني، طب المواقف اللي زي دي بقى بتتصرّف فيها إزاي يعني؟ ممكن أتغلب على الموضوع ده بالبلوك بصراحة. النهارده معانا أكرم أيمن في فقرة لذيذة جدًا في استوديو واو، هنسألك شوية أسئلة عن situations حصلت behind the scenes عن شغلك والفيديوز وكده، ماشي جاهز؟ جاهز يالّا بينا. أوكي، حصل والّا ما حصلش؟ أول حاجة اشتريت كاميرا غالية قبل كده عشان تصوّر بيها الcontent بتاعك وفي الآخر رجعت تستخدم الموبايل عادي. يعني حصل نُص، نُص، لإن أنا جِبت كاميرا غالية سوني، بس في الآخر الحاجات الoutdoor اللي باصوّرها فلوجات باصوّرها بالموبايل عادي جدًا. أوكي، مفهوم. طيب حصل والّا ما حصلش؟ صوّرت فيديو شايفه حلو جدًا وفكرته مختلفة، بس ما جابش ربع الreach اللي أنت كنت متوقعه. حصل وحصل كتير جدًا، وفي حاجات صوّرتها ومنتجتها وما نزّلتهاش كمان. كمان طب المواقف اللي زي دي بقى بتتصرّف فيها إزاي يعني؟ خلاص باعتبره content وراح وباخش على اللي بعده يعني مش باضيّع وقت. يعني ماشي، بادعمك عامةً. في فكرة فيديو جات لك قبل كده وأنت داخل تنام وقررت تقوم تصوّرها حالًا قبل ما تنساها؟ لأ ما حصلش، هو الأفكار اللي بتجيني قبل ما أنام باكتبها في نوتة على الموبايل، ولمّا باصحى الصبح باصوّرها، ده وقت النوم خلاص. يعني صح. أوكي. طيب حصل والّا ما حصلش؟ جالك إحباط في البداية لمّا لقيت الcontent السطحي بيكسّر الدنيا أكتر من الcontent التعليمي أو الedutainment؟ لأ ما حصلش، لإن أنا بصراحة كنت يعني الحمد لله ثقتي في ربنا كبيرة إن أنا الcontent بتاعي كان هيجيب، على الرغم إن كان في هلْس حاصل كتير أوي. تحفة جدًا، جدًا. أوكي. هل قبل كده حد قال لك أنت بتعمل إيه يعني دي مجرد فيديوز واتضايقت منه؟ حصل والّا ما حصلش؟ حصل طبعًا ومش بالطريقة دي، ولكن يعني كنت باتشتم في الكومنتات. بتحصل لناس كتير يعني. أوكي. يا ترى قبل كده حصل والّا ما حصلش؟ قعدت تمنتج فيديو بالساعات وفي الآخر حسيت إن ما حدش واخد باله من كمية الdetails اللي تعبت فيها. دي بتحصل كل يوم للأسف الشديد. يعني فاهماك. بس دي حاجة ما توقفناش كده، إحنا مكملين. بالضبط. أكيد، ماشي. جالك comment سلبي وقعدت تفكر فيه أكتر من الcomments الحلوة. حصل لإن بييجي لي hate comments كتير، ولكن يعني ممكن أتغلب على الموضوع ده بالبلوك بصراحة، بس مش بافكّر فيها كتير يعني باشوف الإيجابي الحمد لله أكتر بكتير. صح، صح جدًا. أوكي. عملت قبل كده فيديو عشان الtrend وحسيت بعدها إنه مش شبهك خالص ولا شبه الcontent اللي بتقدمه؟ لأ، يعني عمري ما خدت الtrend وسيلة للcontent بتاعي، أنا ممكن أتكلّم عن موضوع trendy ينفع أتكلّم عنه، لكن مش أي trend باجري وراه بصراحة. أوكي. حصل والّا ما حصلش؟ احتجت تصوّر فيديو أكتر من مرّة عشان توصّل معلومة معيّنة بشكل أبسط، سواء بقى عدّلت scripts أو زوّدت حاجات أو شِلت حاجات؟ حصل سواء على مستوى الscript كان ممكن أغيّر في الscript وأنا باكتبه، وكمان حصل وقت التصوير إن أنا ممكن أصوّر script وأغيّر فيه حاجات وقت التصوير عشان حسّيت الكلام تقيل شوية. أوكي. دلوقتي بقى آخر سؤال خالص معانا، لو رجعت لنقطة البداية في 2020 إيه الحاجة اللي كنت هتعملها بشكل مختلف في الcontent اللي بتقدّمه؟ كنت هاعيد نفس اللي عملته من أول وجديد، لإن مش شايف إن ممكن أغيّر أي حاجة، لإن الحمد لله هي دي الطريقة اللي وصّلتني، فمش عايز ألعب في حاجة، خلّيها زي ما هي. أوكي، كلام مقنع جدًا عامةً. كده إحنا نبقى خلّصنا الفقرة اللذيذة وده كان آخر سؤال معانا، تمام، وباشكرك جدًا، جدًا على الإجابات اللذيذة تسلمي لي، بتاعتك. شكرًا اتبسطت العفو معاكِ. على إيه، وأنا كمان.